صلوا على آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه المباراة من ملعب حديقة الأمراء. من كابينة التعليق معكم فارس عوض. أعزائي المشاهدين، ولقاء اليوم يأتي ضمن مرحلة المجموعات في بطولة الشامبيونز ليج. فريق باريس سان جيرمان في مواجهة البايرن ميونخ. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة ونقاطها، لأن في النهاية جمع هذه النقاط يفيد في الاستمرار في البطولة. تنطلق الآن المباراة من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا. ساديو ماني يتقدم بالكرة باتجاه المرمى، واضح بلوك سهل هنا. ضاعت الكرة بعد تمريرة سيئة. نيمار، الكرة مع مبابي، اعتراض وتشتيت الكرة، كان ممكن تشكل خطورة. سيرجي جنابري، سيرجي جنابري، ضاعت الكرة من البايرن. انطلاقة ممتازة يتقدم فيها. استمع إلى صوت الجمهور، تصدي رائع لهذه اللقطة. كرة بتروح في 18، رأسية ضعيفة بكل أريحية تصل إلى الحارس. ألفونسو ديفيز، ملعوبة إلى ساديو ماني، يتقدم بالكرة. تدخل حاسم في المكان المناسب. توماس مولر، بتروح الكرة من البايرن. يتجه بعمق الملعب، يعترض الكرة بدون مشاكل. الكرة مع ماركينيوس، خطأ يحتسب هنا لمصلحة البايرن. يا لها من فرصة بتضيع على الفريق، كان ممكن استغلال الركلة الحرة بشكل أفضل. يا الله، حارس المرمى يلعب كرة للمهاجم. التقدم كان قريب جدا، لكن برافو حارس المرمى. المهم الآن الاستمرار في الضغط حتى يأتي التقدم سريعا. والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. أخيرا تأتي أول فرصة، ومعها ترتفع أصوات هذه الجماهير لدعم الفريق للتقدم. نيمار بيرسل الكرة في 18، فشل في إبعاد الكرة. تحسم الأمور وتنتهي الخطورة هنا. توماس مولر، صافرة وخطأ لمصلحة فريق بايرن ميونخ.
توماس مولر، كيف راحت، كيف ضاعت فرصة سهلة أمام المرمى. انفراد في اللقطة الماضية بيضيع. تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة وتطلع فوق العارضة، كادت أن تحرك الشباك. ماركو فيراتي، بتروح الكرة الآن على لاعبين بي اس جي. ساديو ماني يشكل خطورة بتقدمه. ساديو ماني، ركلة ركنية لبايرن ميونخ وفرصة لكسر حالة التعادل. كيميتش بيلعبها في المنطقة، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. توماس مولر، كان سهل الاعتراض هنا. تنفيذ قريب للكرة، الكرة لا تمر من أول مدافع. نيمار، دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. موسيالا، ساديو ماني ينطلق بالكرة الخطيرة. مميز جدا حارس المرمى. شوف التصدي، شوف الواحد على واحد، انظر كيف تعامل، كيف تصرف، اي مرونة. يبقي الكرة بعيدا عن المرمى والنتيجة كما هي بالتأكيد. إذا مشاهدينا، نهاية شوط المباراة. وينطلق الآن الشوط الثاني من المباراة الأولى لدور المجموعات في دوري الأبطال. تدخل سليم، الكرة إلى رمي التماس. جنابري، ملعوبة إلى جنابري. هجوم من البايرن. تدخل الآن في منطقة الجزاء والحكم يقر بشرعيته. فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة. ليو ميسي، أوه على هذا الهدف. اشتعلت الأجواء مع هدف الافتتاح. نتابع الهدف من بدايته من المرور من المدافع. شوف النهاية من ليونيل ميسي، كرة كانت قريبة من المرمى لا يهدرها الليو. باريس سان جيرمان يتقدم في النتيجة. جمال موسيالا، الآن لتوماس مولر. افتكاك ممتاز للكرة. فرصة خطيرة مع ليونيل، لكن التسديدة لا تشكل خطورة على حارس المرمى هنا. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. مجهود مميز، كرة سهلة تصل لنوير. امبامي بيرسلها والحارس يشتت الكرة في هذه اللحظات. ركلة ركنية لمصلحة بي اس جي، ركلة تأتي منها فرصة عليه محاولة استغلالها لتعزيز التقدم. ممتاز نوير في التصدي بقبضة اليد. انقاذ جميل للتسديدة. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. يتدخل حارس المرمى بعد الركنية وينجح في التقاط الكرة.
الفريق يجبر على تشتيت الكرة بعد ما تعرض لضغط كبير في اللقطة الماضية. تدخل قوي، تحرك ممتاز من نيمار، لكن الخطورة بتنتهي على عكس ما توقعنا. تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. نيمار، الجماهير تبحث عن تسديدة من مبابي، والكرة في المرمى. يزداد الفارق إلى هدفين لمصلحة PSG. نشاهد الهدف مرة أخرى. الله على التسديدة، أي تصويبة هذه، كرة قوية جدا من المستحيل إيقافها. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. ساديو ماني بتروح لجمال موسيالا، وصلت إلى موسيالا، وصلت إلى ساديو ماني، بتروح الكرة للخصم من جانب ساديو ماني. تسديدة بعيدة عن المرمى، بتمر الكرة السهلة. تبديلين في صفوف بايرن ميونخ، ضغط كبير على كيمبيمبي واضح الآن. نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة. فرصة هدف، أي هدف هذا، يحسم الأمور ويوسع الفارق في الدقائق الأخيرة ليؤكد على تفوقه. نشوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، وجاء الانهاء المثالي بعد ذلك من كرة قوية أرسلها إمبابي، لم يتردد في وضع الكرة بكل قوة، الكرة تستقر في الشباك. قربنا من النهاية، المباراة أعتقد انتهت مسبقا لأن فرق النتيجة كبير جدا، من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. خيارات كثيرة متاحة أمام مبابي، إنقاذ رائع للتسديدة، تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء، ممتاز الحارس في إبعاد الركنية. نهاية المباراة وفوز مهم جدا تحقق اليوم في انطلاقة مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. بداية قوية تمنح الفريق ثقة كبيرة في مشواره في دور المجموعات في هذه البطولة. من المهم دائما اكتساب الثقة مبكرا وتحقيق انطلاقة قوية تساعد الفريق. مباراة اليوم تألق فيها مبابي وكان مميزا بالتأكيد، وطبيعي بأن يكون كل التركيز عليه.